هاي نانو، هاي يا رامز، هتحكي لنا ايه بقى النهارده؟ هحكي لك قصة مفزعة. يا ساتر، ليه كده؟ لا هي يعني الفكرة بتاعتها مفزعة. اوكي. بص يا سيدي، قصة بتحكي عن كوخ دالتش أو The Shed at Dulwich. دي حكاية انتشرت على صفحات السوشيال ميديا. كوخ دالتش ده هو عبارة عن مطعم وهمي ملوش وجود أساساً، اللي عمله صحفي. وعمله إزاي؟ عبارة عن كوخ في جنينة بيته، ابتدى يعلن عنه وابتدى يحط ريفيوز أو تقييمات وهمية على مواقع تقييم أماكن زي المطاعم والأوتيلات. تقييمات وهمية، مصور صور مش حقيقية، وتنكر في شخصيات كتيرة كتبت الريفيوز، لدرجة إنه بسبب التقييمات دي، اسمع دي بقى، المطعم الوهمي ده اللي ملوش وجود أساساً بقى واخد المركز الأول ضمن المطاعم في لندن على قائمة التقييمات أو بحسب التقييمات. فالإقبال بقى قوي جدا. ايه ده؟ طب والناس اللي بتروح كانت بتلاقي ايه؟ ده سؤال مهم جدا. الصحفي ده عمل وكأنه في قائمة انتظار waiting list مدتها 6 شهور، فاللي بيتصل لازم يستنى 6 شهور. وبيتقال إن الصحفي ده فتح المطعم ليلة واحدة بس، وغمى عينين الناس اللي جت وكأنه دي حركة يعني، وأكلهم أكل عادي جدا، وجبات جاهزة جابها رخيصة جدا. ومن بعد ما الناس أكلت الوجبات دي قالت دي كانت خبرة حلوة قوي قوي، يحبوا يكرروها. تخيل مطعم وهمي لا وجود له، آراء وتقييمات وهمية من ناس مش موجودة، وتخيل إنه ياخد المركز الأول ويتصدر القائمة. ايه الذكاء ده؟ تخيل. وسهل قوي في ايامنا دي تتخدع من تقييمات لو رجعت وراها ما تلاقي لهاش اي اساس. ومن ورا التقييمات دي انت وانا بنعيش حياه مش حياتنا، وبنختار اختيارات مش بالضروره هي لمصلحتنا، ويمكن كمان ما تعكسش قيمنا. انا محتاجه اسال نفسي، انا بعمل اللي بعمله وبختار اللي بختاره ليه؟ هل لاني مقتنع بيه وجربته فعلا؟ او لو جربته واكتشفت انه ملوش معنى، هل بعرف اتراجع عنه واختار حاجه تاني؟ ولا صعب اختار اختيار مش شبه الناس اللي حواليا؟ هل انا بحط اختياراتي في نور ربنا واسمع رايه هو وتقييمه هو في اللي انا بعمله وبختاره، ولا أنا باخد خبرات ناس تانية أمشي وراها وأتبنى اختياراتها وتقييماتها واللي ممكن تطلع في الآخر وهم؟